السلام عليكم. انا النهارده عايز اتكلم في حاجه، موضوع يعني هو كان بقالي فتره عايز اتكلم عليه، بس طبعا الموضوع صعب شويه، اللي هو الحد الادنى للاجور اللي هي 6000 جنيه دلوقتي. طبعا احنا عارفين طبعا كلنا ان قبل كده ساعه ما الدولار كان ب 7 جنيه كان الحد الادنى للاجور كان بيبقى حوالي 100 حاجه و90 دولار. دلوقتي ال 6000 جنيه بقوا 100 حاجه و20 دولار، يعني انت فعليا قليت ما زدتش. بس سيبك من الموضوع ده. دلوقتي 6000 جنيه انا عايز اسال سؤال، هيكفوا مين؟ هيكفوا عيله ازاي؟ يعني عيله اب وام وعيلين مثلا، يعني المفروض ال 6000 جنيه دي تكفيهم ازاي؟ بين اكل وشرب ومواصلات. ده الاب لوحده لو بيروح مشوار قريب عشان يروح الشغل بياخد مواصله، اقل مواصله دلوقتي 10 جنيه، يعني 10 جنيه رايح 10 جنيه جاي، يعني حوالي 400 جنيه في الشهر. ده مواصلات بس، ما اتكلمناش ولا على اكل وشرب ولا كهرباء. الكهرباء انا في واحد صاحبي بيقول لي ما عنديش في البيت غير الثلاجه والغساله وتلفزيون، وفي الحر بيشغل المروحه، بيقول لي الكهرباء جايه له 750 جنيه. طب ده يعني عايز اسال سؤال، طب ده يودي عياله مدارس ازاي؟ اللي بياخد 6000 جنيه في الشهر ده يودي عياله ازاي المدارس؟ ازاي ياكل ويشرب وياخد باله من اسره؟ طبعا ده غير ان طبعا موضوع 6000 جنيه ده اما تيجي تشوف بص عن قرار بيقول لك فيه استثناءات، لازم مثلا الشركه تبقى عندها عدد معين من الموظفين، مش عارف ليها مش عارف السجل التجاري بتعمل مش عارف كام في السنه، حاجات كده يعني انا بصراحه ما فهمش فيها قوي. فاللي انا قدرت استوعبه يعني ان حوالي بالاستثناءات دي يبقى الاستثناء بيستثني حوالي 80% من الشركات، 70 80% من الشركات. يعني فعليا الشركات معظمها ما بتديش 6000 جنيه في الشهر. وانا في شخص اعرفه يعني اشتغل في شركه، هو متجوز، بيشتغل في شركه بيقبض اقل من 6000 جنيه. فبقول له يا ابني مش المفروض ان هو 6000 جنيه لحد الادنى؟ قال لي لا، انا بيعملوها بطرق مختلفه، يعني بيتحايلوا على السيستم بطرق مختلفه. بقول له ازاي؟ يقول لي يعني مثلا هو العقد بتاعه هو بيشغل بعقد، فالعقد كل شويه كل مش فتره يقوم جاي ايه رافدينه ومعينينه تاني من غير ما هو يعرف، من غير ما يسيب الشغل ولا اي حاجه. هو كده السيستم بيتعمل كده، ويعني من الواضح ان الموضوع ده قديم مش جديد. السيستم ده على طول بيتعمل، بيترفد الشخص ويرجع تعيينه تاني كل 3 اشهر كل 6 اشهر على مش عارف كل قد ايه. المهم بهذه الطريقه يتجنبوا ان هو يبقى كانه هو موظف. ده بيبقى حاجه اسمها متعامل على ما اتذكر اللي هو قال لي، يعني ما معناه ان هو مش لازم يدفع له 6000 جنيه في الشهر. طبعا غير التامينات، في بعض الشركات ما بتعملش تامينات، انت مش موظف عندي فاعمل لك تامينات. المهم فدلوقتي انا عايز اعرف ال 6000 جنيه دول اكل وشرب ودكتور ومدارس وكهرباء وميه وغاز ومواصلات، المفروض يكفوا العيله ازاي؟ لو اب وام وعيلين يكفوهم ازاي؟ انا عايز اللي اخذ القرار ده، يا ريت لو انت بتاخد القرار ده تحط نفسك في القرار ده. يعني انت مثلا بتقول الحد الادنى يبقى 6000 جنيه، انت خد الحد الادنى لايا كان الشخص اللي حط اللي تفتق ذهنه عن الفكره دي. دي ما تعيش في الوضع اللي احنا فيه ده، ما تعيش اسره. يعني ممكن بالعافيه تعيش شاب، يعني مثلا يعني انتوا عارفين الشباب بقى بيخرجوا مش عارف ايه وبتاع، بس ممكن تعيشه يمسك على ايده شويه بس تعيشه. بس بالنسبه للاسره مستحيل. يعني ربنا يكون في عون الناس اللي بتاخد الارقام دي وبتاخد اقل انا بجد مش عارف، ربنا في عون الجميع. يلا المهم في الاخر انا طبعا في حاجات كتيره ماسك نفسي مش عايز اتكلم فيها، مش عايز اقولها يعني، بس في الاخر ربنا يكون في عون الجميع، ربنا يستر علينا، وربنا يكون في عون كل الناس اللي بتعاني في الزمن اللي احنا فيه ده. يلا السلام عليكم.